فيها دلوقتي ركود فيما يرتبط ببيع العربيات، بيرخصوا العربيات هناك علشان عندهم ركود ومفيش اقبال على شراء العربيات بالارقام اللي كانت السنه اللي فاتت. كويس. انا الازمه موجوده بقى باشكال مختلفه في بلاد مختلفه. انا ليه ما بستفدش مثلا باللي حصل في المغرب؟ يعني المغرب دي فيها تجربه كويسه جدا، تجربه رائعه، وتخليني ابص عليها دلوقتي وانا في ازمه. وهبص عليها وانا في ازمه، وهبص عليها بالارقام. يعني حضرتك احنا اما نقول تجربه المغرب بعد اتفاقيه اغادير، انا بستورد منهم عربيات وكنت باخدها حاجه جميله جدا، بس كان حاطين لك عليها كده صغيره قوي يعني كده، ويجي لك اعفاء جمركيه زيرو. ان هو حسب اتفاقيه اغادير حضرتك. أيوة. كانت حضرتك اتفاقيه اغادير دي كانت في 22/2/2004. كان مين اللي راكب اصلا في الليله دي كلها؟ مصر. عندها 18 مصنع، عندها كذا عندها كذا. فهي راكب. هنا حصل ايه؟ المغرب بدات تدي تسهيلات استثماريه، اعفاءات ضرائب، اعفاءات كذا، خط سكه حديد من المينا لغايه المصانع الموجوده في طنجه. كل الكلام ده يا فندم كانت بتساعد اللي زي الاستاذ عبد المنعم جدا. واخد حضرتك انت ازاي؟ هنا بقى جذبت مين؟ جذبت حضرتك مصانع، اقول الاسماء: رينو، نيسان، بيجو، وبعدين فولكس فاجن، BYD وتويوتا. يعني عندهم المصنعين كده. شكرا. من كل حته، من كل حته، الصيني والاوروبي تمام والياباني. والياباني خلاص كده حضرتك جذبتهم. نشوف بقى حضرتك هي وصلت لايه دلوقتي؟ وصلت ان 60% من الدخل القومي للمغرب من صناعه السيارات. وبدا امتى حضرتك؟ 60%. بدا امتى الكلام ده؟ الكلام ده من 2004. ما انا بس بسمع تاني. فانا عايز اقول لحضرتك 60% من الدخل القومي للمغرب حضرتك سيارات وبقايم صناعه من التصدير. من التصدير كمان، وده اللي انا بتكلم فيه حضرتك يا فندم. انتجوا، صدروا، هيجي لك دخل. انتجوا، صدروا، صدر من عندك من المصانع. هو احنا دايما عندنا مشكله في موضوع التصدير ده، انه على حسب حضرتك صحح لي، انه العربيات في الاتفاقيات اللي بتتعمل مع الشركات اللي بتصنع، أيوة. بتفرض عليك انك ما تصدرش. ايوه. وده بيخليني انا بقى كمستهلك اقول لك العربيه بتاعتك دي شكلها اصلا مش معموله بنفس الجوده، فما بتفتحلهاش اسواق بره. الجوده قصه. بس خلينا نعقب على موضوع تجربه المغرب، لان الناس كلها مش واخده بالها ازاي المغرب بدات. المغرب بدات اولا بكميه مثلا 200,000 عربيه في السنه، تجميع كلها، تجميع. محدش كان بيلومهم ساعتها، وكان هم صح، بس فوليوم حجم صح. وبعدين تطوروا بقى مثلا 400,000 عربيه، بدا بقى الصناعات المغذيه تيجي، ويبقى عندهم صناعات مغذيه اللي هي الاساس. انما في الاول اول ما بداوا مش في صناعات مغذيه. كل ما الفوليوم يزيد كل ما محتاج بقى فكره الصناعات المغذيه يزيد اكتر. بالعكس عندنا 18 مصنع كان بينتجوا كلهم 200,000 عربيه، وساعات ينزلوا اقل. ما وصلناش يمكن 400,000 عربيه، وده كانت اكبر غلطه. 18 مصنع كانت بتنتج 5000 عربيه في السنه. 5000. هي دي الغلطه الفظيعه. الفوليوم ده ما خلاش صناعه مغذيه تتطور طبعا. انما اول ما المغرب كل ما تزود صناعه مغذيه تيجي تقل، يبقى ده هي دي الصناعه، وتخلي الناس الثانيه تيجي. يعني السياره تيجي عليها صناعه مغذيه، صناعه مغذيه بقت اساس، بقى كامله تيجي عربيه سيارات اخرى، وهكذا. فالتجربه كانت ناجحه جدا على